الكالسيوم اقل في الاكل. فدي احنا وظيفتنا ان احنا ننبه الدكتور ده الكالسيوم بتاعه طلع عالي عشان يتظبط معاه. المغنيسيوم ما حدش في مصر بيهتم بيه، لكن معظم عيانين الكلى عندهم نقص في المغنيسيوم. معظمهم عندهم نقص في المغنيسيوم. الفيتامينات طبعا احنا بنتكلم على الفيتامين د، ده موجود في حد عارف موجود فين الفيتامين د؟ غير هو الالفا. يعني لو انا عايز اخد فيتامين د النهارده اكل ايه؟ اول اجابه صحيحه الدكتور سامح هيديله 10 يورو. يورو؟ دولار يا باشا. 10 دولار. دولار. الموضوع سهل. الشمس بس احنا في مصر بقى احنا ما بنقعدش في الشمس خالص. في الاكل موجود فين في الاكل؟ طب انتوا مين فيكم عنده عيال؟ بقول لكم كمان بتديله ايه فيتامين د اللي انا بتحب تديله فيتامين د؟ مش كان في زمان زيت كده بيتباع اسمه زيت ايه؟ كبد الحوت بالظبط، موجود في الدهون، موجود في البيض. يبقى اذا الفيتامين دي مهم ساعات نديله في الكبد. تمام؟ والحديد برضه زي ما قلنا العيان لازم ياكل، اللي عنده انيميا لازم ياكل كبده كتير ولحمه كتير، ووالد الكلى يستحسن ياكل كبده كتير ولحمه كتير، مليانين حديد بكميه كويسه جدا. يجي بقى البريتون. بلاش كلام البريتون، ولا يفتى ومالك في المدينه. بس هو مالك سمح لي يعني. عندكم بريتوني ولا لا؟ لو حصل لا قدر الله وبقى في بريتوني في مصر. مهم طبعا برضه مهم ان احنا نبقى يعني في حاجه اسمها الواحد يبقى متطور عنده فكره. مش عندنا ما عندناش بريتوني بس نقبل ان احنا يكون في بريتوني. انا اشتغلنا عليه برضه بتاع 6 سنين وبعد كده للاسف. ناخد بالنا بس ان ممكن يحتاج من 1.5 جرام ل 2 جرام بروتين اكتر. ليه؟ لان الغسيل البريتوني، البريتون ده غشاء فيه خلايا بتنزل مع الغسيل، وممكن يسرب البومين مع الغسيل، ممكن ينزل بروتينات كتيره مع الغسيل، محتاج ياكل بروتين اكتر. يعني اول حاجه نفتكرها عن المريض البريتوني انه محتاج ياكل بروتينات اكتر من العيان اللي بيغسل دمه. وطبعا الاثنين في مصر ما بياكلوش اصلا. قضيه ثانيه مهمه جدا ان هو لما تيجي له نشويات نزود له ولا ننقصه نشويات؟ فاكرين البريتوني كيس 1 و7 وكيس 2 و7 وكيس 3، ايه ده؟ تركيز ايه ده؟ تركيز ايه؟ جلوكوز. برافو عليك. يبقى اذا العيان ده بياخد جلوكوز في الغسيل، يبقى زود له نشويات ولا قللها؟ يبقى لازم نقلل النشويات بالذات لو هو كمان مريض سكر، فلازم نقلل النشويات في الاكل. الدهون برضه مريض البريتوني زيه زي مريض الغسيل لازم ياخد كميه 200 ل 300 في اليوم. الصوديوم يعني البريتوني مسموح له شويه ياكل صوديوم زياده، لان هو الغسيل ده مستمر 24 ساعه 24 ساعه، والصوديوم الزياده بيترشح عن طريق البريتون ينزل في السائل، فما فيش مشكله ممكن نزود ل 3 4 بدل من 2 ل 3. وان كان انا شخصيا ما بعملش كده خالص، هو لازم صوديوم قليل. بس بقى المشكله الكبيره في البوتاسيوم. طب لو نزل الصوديوم يا باشا؟ لو نزل ما بينزلش. يبقى لازم يبقى وصل ل 3. اللي هو ايه 3 ازاي يعني؟ 130 بس. في عين بريتوني؟ لا ده لازم الدكتور يشوف، ده في مشكله، مش الغسيل اللي هيعمله كده. لان السائل البريتوني اللي بيخش بطنه فيه كميه صوديوم بالظبط نفس تركيز البلد، نفس تركيز الدم. لو هو 130 يبقى ده بيفقد صوديوم في حاجه ثانيه او عنده مرض في الكبد. ولازم عشان الدكتور اسامه. خلاص؟ البوتاسيوم بقى، نيجي بقى البوتاسيوم دي قضيه مهمه جدا، غسيل بريتوني يفرق كتير عن الغسيل الدموي لانه العيان ده محتاج بوتاسيوم كتير. مش بس كده، وفي الاكل ده بقى تيجي تقول له ما تشربش عصاير، لازم يشرب زي ما عايز، شرب الخضار والموز ياكل. انا فاكر يعني من 30 سنه الدكتور بدر ربيب كان رئيس القسم عندنا، لما جه يكتب التغذيه للمرضى كتب لغسيل البريتوني موزتين وازازتين عصير كل 8 ساعات عشان البوتاسيوم بتاعه بيهبط. كان بيقول لنا انتوا عارفين عن ايه الغسيل ما بيموتوش ليه؟ احنا في الدمرداش في الجامعه في مصر. يجي في الدمرداش يلاقوا جنب الجامعه كده في سوق خفيف كده. فكان بيسالنا السؤال ده، عارفين عن ايه الغسيل بتاعكم ما بيموتوش ليه؟ ما كناش نعرف نجاوب.
يقول لنا عشان بتاع الموز البرتقالي اللي جنب المستشفى. كل زياره بتجيب لنا عنده الموز البرتقالي. فبياخدوا بوتاسيوم من النفط. كويس؟ الكالسيوم والفوسفور هو برضه زي مريض الدم، وان كان الفوسفور برضه مع البريتوني احسن بكتير من الدم. يعني الفلتر ما بيشيلش فوسفور كتير، لكن البريتوني بيشيل فوسفور اكتر. لكن برضه لازم ناخد بالنا انه ما يزودش الفوسفور. انا مش هتكلم بقى على زرع الكلى خالص، وان كان مهم جدا نفتكر ان زرع الكلى برضه كلنا بنقول لمرضى الزراعيين ما تاكلوش بروتين، وده كلام مش صح. ولا هو زرع ليه؟ عشان يعيش طبيعي. المفروض ياكل الاكل الطبيعي زينا تماما، مع المحافظه بس على ما يزيدش الدهون وما يزيدش الملح وما يزيدش النشويات كتير، لان عندهم معرضين جدا ان هم يتخرجوا عشان الكورتيزون، ومعرضين ان هم يجي لهم سكر عشان الكورتيزون اوريدي معاهم. كده كفايه عليكم، ولو في اي سؤال انا هحضره. كده طول الوقت بصراحه لا استمتعت بالمحاضره بصراحه. لا الله يسلمك فيه. بس انا في نقطه عاوز اقولها، بس لما بنمنع عيال الكلى من الملح ما بيستطعموش الاكل. بيتضايقوا قوي. فاحنا ممكن نحط لهم شويه بهارات على الاكل يستطعموه، لانه بيضايقوا، لكن انا كده مش عارف احكام ازاي يعني. شويه بهارات بسيطه على الاكل بدل الملح. حلو مشكله كبيره. حلو مشكله كبيره. الدكتور سامي كان في حته مهمه جدا، فما اعرفش عندكم في اسيوط في تشاينيز فود، في اكل صيني. في محلات اكل صيني، ما يعرفوش لسه؟ في ولا مفيش؟ لسه. الاكل الصيني لما ناكله يا جماعه، الاكل الصيني بيبقى يعني مشطشط قوي وما فيهوش ولا نقطه ملح. والهندي كده. اللي فيكم سافر السعوديه وسافر الخليج بياكل في مطعم اكل هندي او باكستاني، لان هو طعمه حلو جدا لكن ما فيهوش ملح خالص. وده كلام الدكتور اسامه، بدل الملح نحط بهارات، كمون، كاري، فلفل اسود، شطه، لكن ما يحطش ملح. حد عنده اي سؤال؟ ليه مريض لا بس انا عاوز اقول بس في ملاحظه لو حضرتك تقولوا عليها امبارح، ان المرضى في غرفه الغسيل ازازه البيت شغاله على المكنه. وازازه الميه انا كنا الكلام ده. فانتوا المفروض تقعدوا مع المرضى بعد المحاضره انا والدكتور مجدي ديت، المفروض القصه عندكم وسعت. تقعدوا معاهم، انت الوسيله اللي هتكلموا المرضى احسن مننا، انتوا تقعدوا مع المرضى اكتر مننا. الهيرفلكس دي مصيبه. مصيبه كبيره. طب سؤال يا دكتور مجدي بعد اذن حضرتك، معلش انا اسف، الاستيت والبايكارب بالنسبه للمريض. طبعا السؤال ده اول ديت، يعني السؤال ده خلاص اكسباير، الوقت خلص. مفيش في العالم اسيتيت من سنه 95 يا جماعه. الدول المتخلفه فضل فيها الاسيتيت لحد سنه 2005. من 2005 لحد دلوقتي مفيش ولا دوله في العالم بتستخدم اسيتيت الا مصر. طب وارتباط البايكارب والاستيت بمريض الضغط؟ ارتباط الاستيت والبايكارب بمريض الضغط، دي المعلومه السائده في كل الوحدات. دي برضه دي احد الحاجات. بصوا خدوا بالكم انكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. بمعنى ايه؟ ساعات الدكتور او التمريض يقول عندي ايه؟ لا اكسر الاسيتيت عشان ضغطك عالي. هو الاسيتيت بيوطي الضغط ازاي يا جماعه؟ بيوطي الضغط ازاي؟ انه بيهبط القلب. انتوا بتوطوا الضغط عن طريق انكم بتهبطوا قلب العيان. بنستخدم الاعراض الجانبيه للاسيتيت ان انا احسن بيها الضغط، بس انا ممكن يموت. مين فيكم يرضى حد من قريبه انه ياخد مثلا دواء سام بهذا الشكل عشان يوطي ضغطه وهو عنده ادويه اخرى؟ ده كلام غير مقبول للاسف الشديد. مصر تعاني من الاسيتيت. والجمعيه المصريه في اخر مؤتمر من قبليه قالت يا جماعه لو سمحتوا ما تكسروش باسيتيت خالص، دي تعتبر جريمه في حق مريض الكلى. وانا متاكد ما حدش فيكم يرضى حد من قرايبه بيغسل انه يغسل باسيتيت ابدا ابدا. فالاسيتيت لو سمحتوا طلعوه من هو حله سهل انه ما يدخلش الوحده اصلا اسيتيت. بس يعني النهارده ما فيش اسيتيت في الوحده خالص، وبلغوا الدكاتره. وفي نقطه دكتور مجدي، في نقطه بالنسبه للاسيتيت ان احنا في مصر هديله نقطه ورا الحلقه تيجي الدكتور يقول لي لا وصلي دي اسيتيت. اصبري بس، حد عصبي بس. هو في حد في مصر دلوقتي بيعالج ولاده اللي عندهم مثلا طفيليات في جلدهم، اللي بيحط دي تي في شعر ابنه مع انه بيموت كل حاجه. ليه لا؟ لانه قاتل. فاي حد فيكم بيستخدم اسيتيت هو مشارك في جريمه.
طب ما يمنع حضرتك كمان ما ياخدش واحده. بالظبط كده، هو ده القرار اللي لازم ناخده. مش انا مع دكتور. انا مش هوديكم تاخدوا قرارات سياسيه خالص، لكن احنا عندنا المعلومه اللي هو الدكتور سال فيها ان ما حدش يستخدم اسيتيت خالص. ولما انا يسالك هو كويس قول له ده في منتهى الضرر، دي وظيفتك بقى انك تقول له لو سمحت ما تغسلش اسيتيت، دي وظيفتك. في بس في 3 نقط عاوز اقولهم. النقطه الاولى ان الاسيتيت ده عشان يتحول لبيكار لازم يمر على الكبد عشان يتحول. احنا في الشعب المصري معظم اكبادنا غير سليمه. تمام؟ النقطه الثانيه ان احنا النهارده في وزاره الوحده النهارده في اسيوط في الجامعه فوجئت انه في حاجه ايجابيه انهم بيستعملوا الكارتريج. طب كويس جدا. نشوف احنا هنتكلم فيه بقى، بيستعملوا الكارتريج موجود عندكم يا جماعه. ده معناه ان الاسيتيت طلع بره القصه خلاص. ده تخيلي النهارده، انا شفت النهارده الكارتريج وشفت الغساله موجوده هناك ما عادش لها قيمه. الغساله القديمه لما سالت خلاص الغساله ده المذيع حقيقه ولا مش حقيقه؟ ده معناه خلاص يبقى موضوع الاسيتيت انتهى. النقطه الثالثه اكثر من حاجه دوركم ان العيان تصيبه معلومه خاطئه ان الاسيتيت هيحط له الضغط. حضرتك جايب الكرسي بتقعد جنبه، وده كنت امبارح في المحاضره سمعت الدكتور مجدي الشراوي قال كذا وكذا وكذا وانت حر نفسك. تاني مره لازم نحط على الكلام. هو وظيفتكم انكم تبقوا عارفين المعلومه وتودوها بامانه للمريض، لكن ما بناخدش قرارات. بس احنا وظيفتنا نبلغ، ان عليك الا البلاغ. انت تقول للدكتور يا دكتور انا عارف الست ده بيسمع عيني، وتقول للمريض لو سمحت قول للدكتور بتاعك ما يكتبكش الست تاني، ونبلغ رئيس الوحده انهم ما يجيبوش تاني. بس هي عموما الشركات بدات تبطل خالص، لكن هي في عقول الجماعه القدام في وحدات الكلى ورؤساء وحدات الكلى القدام ما زالت على الفكر القديم، واحنا دورنا ان نصور هذا العمل ونمنع بس. شايفين الدور سؤال تاني يا استاذ مجدي معلش هي المشاكل اللي بتقابلني فانا باكدها معلش انا اسف. باشا وجدنا هيشارك في المؤتمر بتاعك. حضرتك اكدت ان الجلسه الاربع ساعات ما يسحبش اكتر من 3 كيلو. المريض هو ده اللي بيتهيألي. لو جه زايد اكتر من 3 كيلو، لو جه زايد 5 كيلو مثلا. بالظبط، سؤال جميل جدا. لو الان جاي ب 5 كيلو يا جماعه وعايزين تسحبوا له النهارده 5 كيلو، نعمل ايه؟ نزود الوقت بدل 4 يبقوا 5 أو 6 ساعات. او انا بعمل حاجه ثانيه، لو العيان ما يقدرش اقول له تعالى جلسه بكره، جلسه زايده بكره، خلاص. وبقول عن ايه ساعات يجوا بيعندونا، فبقول له ممكن لو سمحت من الحد للثلاث ما تشربش ميه خالص. ساعات هنيجي تسمع يقول لك ما تشربش خالص، اقول له كده في رمضان كله ما تشربش ميه خالص، يجي بوزن اقل واسحب له المره الجايه بقيه الوزن. لكن في 3 حلول، يا اما العيان دوت ياخد وقت زياده وده احسن حل، يا اما العيان يجي جلسه ثاني يوم وده الحل اللي برضه اللي ممكن ننفذه في ناس عاملين تامين. الحاجه الثالثه ان انا اقول له ايه، طب ما تشربش بين جلستين مره كده يومين ورا بعض ولا نقطه فايده. لان حضرتك في بعض الدكاتره بتنصح المريض بعدم الصيام بحيث ان هو نقص الميه ده بيضر الكلى زياده، وهي كده ما عندوش كده اصلا. ما انا بقول كده. لا اغلب الدكاتره بينصحهم بان ما حدش يصوم لان مشاكل نقص الميه. انت بتتكلم على صيام في رمضان يعني؟ صيام عموما. هو بص، هو المريض الكلى يوم الجلسه ما ينفعش يصوم. متفقين؟ يوم الجلسه ما ينفعش يصوم خالص عشان ما يجيلوش نقص سكر ويموت فيها. تمام؟ المكنه بتنزل سكر. لكن في غير ايام الغسيل ممكن يصوم لو قدر، لكن هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان عيان مش قادر يبقى يفطر عادي. مع رخصه. بس انا مش هنصوم خالص، انا بسيب العيان هو من نفسه يعمل عايزه. لكن المصيبه ان يوم الجلسه ما ينفعش يصوم بقى. دي لازم انت اللي تتدخل فيها. اوكي؟ يصوم مثلا ويجي بعد الفطار يغسل، يعني مش مفيش مشكله. في وحدات بتعمل كده. ممكن في وحدات بتعمل كده. خدوا بالكم ان العيانين اللي بيعملوا كده يعني من غير بس ما ادعي عليهم، ده مش تمسك بالدين، ده تمسك بالتقاليد. صحيح. لان ربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى، يعني ربنا قال له افطر، لكن هو العاده ان هو ما يقدرش يفطر قدام ولاده. هو مش تمسك بدين، هو تمسك بتقاليد. فلازم نبقى فاهم ان هو حقه يفطر، حب يصوم مفيش شروط، مفيش صيام يوم الجلسه خالص. طب سؤال اخير مش هسال تاني، معلش انا اسف يا دكتور مجدي. معلش انا اسف. بعض الحالات بتبقى جايه مقرره ان هي هتغسل ساعتين بس.
والدكتور بيوافقها، راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ برضه دي تصور دي مشاركه في جريمه، لان الغسيل المفروض الغسيل ده جرعه. محدش فينا لما بيجي له برد ياخد اوجمنتين مثلا ايه 200 مللي جرام، ولا فلوموكس 150 مللي جرام، صح؟ بياخد جرعه 500 كل 6 ساعات، جرام كل 12 ساعه، فالغسيل ده جرعته 4 ساعات 3 مرات في الاسبوع. اقل من كده ما حققش هدف. انا بس كنت عايز اوريكم لو معايا السلايدز، عملوا ستادي او دراسه عن معدل الوفاه في الغسيل الكلوي. لقوا ان اللي بيغسل 4 ساعات الا ربع يموت مرتين زياده عن اللي بيغسل 4 ساعات. فرصته انه يموت ضعف اللي بيغسل 4 ساعات، متخيلين؟ مش مثلا زادت 10%، زادت 100%. ده اللي ساب قد ايه؟ ربع ساعه كل جلسه. فالكلام ده لو احنا اولا زي ما السؤال مهم جدا، احنا ما نوافقش على حاجه زي كده ابدا، ولا نطلبها من العيان، لان ممكن ساعات يصر انه يفك 3 ساعات، ساعات بيصر العيان. طب انا بعمل ايه في وحدتي؟ بقول له لو سمحت بالاسبوع الجاي دور على وحده ثانيه، انا مش هتحمل مسؤوليتي. لابد من الضغط على العيان انه ياخد الجرعه كامله. مشكله العيان في 3 ساعات دي ان احنا مره قلنا له ماشي، اللي بعدها اوكي، استسهلنا، فبقينا ايه تسيبنا في العيان ده. لكن انا بعمل في وحدتي بالنص كده، بقول له لو سمحت من الشهر الجاي دور لك راحه ثانيه، انا ما عنديش غير 4 ساعات بس. احنا امبارح يا دكتور مايك كان الكلام سنه دي واحده، احنا امبارح كان الكلام بتاعنا واضح في كيفيه التحكم في عنصر الفوسفور. قلنا ما يصحش ان احنا نقعد نتكلم في الفوسفور كتير وناكل ايه ونشرب ايه والعيان ما بيغسلش كويس. كنتوا فاكرين الكلام امبارح؟ قلت لكم 5 دقائق على الجلسه بتفرق. نقعد نتكلم في الفوسفور والعيان بيجيب جلسات، يعني يجي مثلا السبت واربع وما يجيش الاثنين. مش بس الفوسفور والضغط وكل حاجه. ما ينفعش. فلازم الجرعه زي الدكتور مجدي ما قال هم 12 ساعه على الاقل في الاسبوع. وحضرتك برضه لو جبت الكرسي، اهم حاجه الكرسي مش الكراوته اللي هناك عندك ديت، الكرسي، وقعدت جنب العيان وقلت له انت مصلحتك في 1 2 3 4، هيسمع كلامك. الله موجود. بالراحه، واحد شوف كرر. بص هو احنا مش بنمثل الطب، احنا بنؤدي الطب. في فرق كبير جدا انك انت يبقى قلبك على العيان وحاسس بيك بس. ولو يا عم انت كل مره اقول لك انا 4 ساعات انت عرفني في عشري خلاص فك. في ظروف نفسيه غير ماديه مع الناس ما بتقدرش فيها. مفيش حاجه. بص انا بمنتهى البساطه لو العيان ده ابنه كان هيقعد 4 ساعات، لكنه بيجي على نفسه بياخد منك ترخيص. هيبوس دماغه، هيبوس رجله، هيبوس دماغه ورجله عشان يقعد 4 ساعات. بالظبط. لما يضر بص الرساله واضحه. اسمع الرساله واضحه. من حاجه مهمه. كل الطرق مع العيانين بالود والمحبه وكل الطرق انه يلتزم باهتمام، لان ده هيأثر على مستقبله وهيبقى هتسهله جوزه معاك. اللي عنده جوزه معاك انت بترتاح. في نقطه مهمه جدا يا جماعه، احنا اللي بنبوظ العيانين واحنا اللي بنبوظهم من اول جلسه. اسالي سؤال. يعني احنا انا حضرت محاضره وعرفت منها المعلومه بتاعت حضرتك، موضوع ان ربع ساعه بتفرق في الجلسه. انا مره قلت كذا مريض قلت له كده، في منهم واحده بقول لها راعيت لي يا مس اسماء ده انا اما بفك بستريح بتعب على الجهاز، وعلى فكره وما بفك بستريح وانا بيت احسن من ساعه ما انا ما باخدش الجلسه كامله بيت احسن من الاول. طب هو اللي بيشرب سجاير بيقول ان السجاير بتأذيه؟ طب انا بس هو ده السؤال، هو ده الاجابه ان كلامها غلط تماما. خد بالكم انا بتكلم على الوفيات ان هو بيموتوا اكتر، لكن هم كمان بيعيشوا حياه اسوء. لا بيعرفوا يناموا بالليل ولا بيعرفوا يتغذوا، وجهاز الهضمي بايظ وترجيع وحموضه وامساك والكلام ده كله. هي مشكله الغسيل اللي انا حاسس بالقهر انه مربوط 4 ساعات، وساعات احنا كمان بنروح قاطرينه زياده بقى، نقعد نفرشه. نديله 5 ساعات. في نقطه لا مش 5 ساعات، انت بتقول انت اللي عيان وانا اللي سليم. انا متاكد، انا بقالي 30 سنه في المهنه دي وعارف. ساعات نقعد نفرق. لا مش انت، ما انا مش بتكلمش عليك انت. سواء احنا الدكاتره السيستم عندنا ضغط على العيان ان انت بص كل واحد فينا في قلبيه ديكتاتور، والعيان لما بيبقى مربوط في المكنه تحت ايدك صح؟ فساعات هو بيحس الاحساس ده ان هو عايز يخلص من الجلسه دي لانها زلاه، فاحنا لازم نسهله الموضوع زي ما قلت اسامه بالود والعطف والحنان، ويحس انك انت قلبك عليه. في نقطه خد بالك العيان لو شتمك على الجلسه اياك ترد عليه، اياك ترد عليه. والعيان لو قال لك يا ريتك مكاني قول له يا ربنا يشفينا جميعا، لان العيان عنده احساس بالقهر
المرض ابتلاء. فالفكره انك انت لازم تطبطب على العيان وتقول له لو سمحت الاربع ساعات انا بمنتهى البساطه انا كسبان ايه انك تقعد 4 ساعات او 3؟ يقول لك مش فاهم. قول لا انا قلبي عليك، انا عايزك تقعد تغسل علشان ما تاذيش نفسك. في نقطه زي الدكتور مجدي كده لما قال يعني انا من مصلحتي ومصلحه التمريض والوحده انا هنقفل بدري. انا بقول لك اقعد وبحمل على نفسي زياده عشان ده مصلحتك. في نقطه ثانيه مهمه جدا، الكهرباء. هبوط المرضى في اخر ساعه عند الغسيل واخر ربع ساعه ونص ساعه ما بيكونش نتيجه طول المده، نتيجه السحب الزايد ارجح او ضعف عضلي. فاحنا المفروض نعمل ايه؟ لو حصل ده على المريض تقعدي معاه وتوقفي السحب. تقول له وقفت لك السحب بس لو سمحت كمل الجلسه، كمل ال4 ساعات بتوعك بدون سحب. مره في مره تلاقي مرتاح وزود وزن العيان شويه. زي ما قلنا ما تزودش عن 3 كيلو حتى لو عنده 5 بس سيبه ياخد 4 ساعات لان ده احسن يطلع ميه زياده قبل ما يطلع بسموم زياده. حضرتك انا عاوز اشتغل على الريد كويس. واحده ماشي يا باشا، احنا متشكرين ونشكرك. الحقيقه يعني احنا استفدنا استفاده ضخمه في علم الكوره التداول بقى. السلام عليكم. متشكرين. يلا عشان الوقت. مبروك. قاعدين معاك بقول لك ايه انت وهو. شوفوا بقى الجلسه الجايه ديت جلسه في منتهى الاهميه، واعتقد ان انتم هتحسوا فيها بالدور ده دور مهم جدا لا كتمريض. انا حاسس ان انتم عندكم برضه نوع من انواع القهر. انا حاسس كده ان انتم عندكم نوع من انواع القهر. احنا دورنا ان احنا نشيل هذا الاحساس من جواكم ونحسن عملكم ونطوره. بالسكينه هتوزعوا ورق